السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا النهارده ان شاء الله انا مش هقول لكم انا هعمل ايه، انا هسيبكم تقولوا لي في التعليقات، بس انا هوريكم المقادير. عندي هنا بصلتين، عندي طماطمايه، عندي قرنين فلفل رومي، عندي فلفل حامي ده برضو يعني حسب براحتك. هنا عايزه فلفل الوان برضو ماشي. عندي كده قطعتين من الفراخ، صدور او وروك او اي حاجه او وراك، اي حاجه عندك. انا بقى كده كنت مقطعه دول من الشيش طاووق، فقلت ايه لا انا هغير بقى، مش كل حاجه بانيه وشيش طاووق مش عارف ايه. فانا النهارده هعمل وصفه جديده. عندي ملح، عندي بابريكا، عندي فلفل اسود. هنشوف بقى ده كمون. لا هي بابريكا وبهارات فراخ وفلفل اسود. يا ريت بقى في التعليقات تقولوا لي إيه الاكله بتاعتنا هتكون ايه النهارده. يلا قولوا لي التعليقات بسرعه كده. فرمت البصل اهو زي ما احنا شايفين. هحط بقى ان انا هفرم الفراخ بتاعتي في الكبه بتاعتي. ادي البصل فرمناه هنركنه كده على جنب. لسه ما فكرتوش انا هعمل ايه. هحط بقى قطع الفراخ بتاعتي كده، وطبعا ما يكونش فيها اي عظم ولا اي حاجه عشان الكبه بتاعتك ما تتكسرش. لو لقيتي حته عظم او حته قرقوشه او حاجه شيليها طبعا. فاحنا هنا هنفرمها بقى فرم كده كويس، برده ما تدعمهاش قوي. وصفتنا النهارده جميله وسهله من غير مقادير وباي حاجه عندك امكانياتك، يعني ما فيش بقى كيلو ولا في نص، والا عندك اعملي بيه ايه اللي عندك. شايفه يعني ايه اللي عندك اهو. انا كده حطيت الفراخ بتاعتي. هروح برده اضربها عشان ما اعملكوش صوت ودوشه بالكبه. طبعا ان هي مش منضفه الفراخ قوي، سايبه مثلا لو في حته سمينه كده ولا حاجه عشان برده طعامها. انا كنت لو على الاساس كنت هشويها شيش طاووق، فكانت السمين ده بيعمل دخنه وبيعمل ريحه حلوه قوي. هروح افرم الفراخ تاني واجي لكم. كده كمان يا حبايبي انا فرمت الفراخ، ومش عايزه اطحنها قوي عشان عايزه طعمها يبان. طبعا كده بقى ابتدينا نعرف احنا هنعمل ايه. انا قلت لكم ايه، فكروا قولوا هنعمل ايه. بصوا بقى على البصل هحط كده الفراخ، وهوريكم دلوقتي الكميه دي كانت طبعا حوالي نص كيلو وراك او صدور بقى، اي حاجه انت عندك مش مشكله. فهنعملها. الاكله دي طعمه جدا جدا والولاد بيحبوها اكتر من اللحم. هنبدا بقى اننا طبعا حطيت كل البصل وكل الفراخ. هبدا ان انا برضو الف ضربه كده بالنسبه للفلفل والطماطمايه، بس كفايه طماطمايه عشان ما يبقاش في ميه. هنعمل ايه، هنحط بقى الفلفل والطماطم واجي لكم تاني. هنا بقى يا حبايب قلبي اديني طحنت الطماطم والفلفل، وبرده ما نعمتهمش قوي عشان انا عايزاهم يبقوا باينين. هنا الفلفل السبايسي مش هحطه كله، مش هحط منه عشان في ناس بتحب السبايسي وفي ناس لا، فعشان ما ازعلش حد. هنا بقى البصل مع الفراخ. هبدا احط بقى الطماطم بتاعتي والفلفل كده كله على بعضه في قلب بوله. ممكن على فكره تضربوهم ضربه تاني في الكبه، بس انا مش عايزه بقى اضربهم تاني عشان مش عايزاهم ناعمين. هبدا ان انا احط بقى البهارات بتاعتي. طبعا البهارات بتاعتي لازم تكون مظبوطه عشان تديني الطعم الحلو وتبقى حلوه كده وطعمها يبسط الولاد. طبعا شيء اساسي الفلفل الاسود في اي لحوم، في اي فراخ، في اي حاجه، عشان الفلفل الاسود ده بيضيع طبعا الزفاره وما بنستغناش عنه في اي حاجه. هنحط بقى كده معلقه كبيره فلفل اسود، فانا كده المعلقه صغيره هحط واحده كمان عشان تبقى طعمها كده حلو. فلفل اسود. عايزه بقى انت تجيبي بهارات حواوشي. ادينا قلت لكم السر، احنا هنعمل حواوشي فراخ النهارده مش لحمه بقى عشان نغير للولاد. شويه ملح كده، عندك مرقه فوريه وعايزه تحطي حطي. هنا شويه بابريكا، هنحط شويه بابريكا عشان يديني برده اللون الحلو الجميل ده اللي تقدري ان انت ايه يعني تقنعي ولادك بقى الحاجه ايه. وكمان البابريكا المدخنه دي بتدي طعم حلو قوي قوي يا بنات. ادي البابريكا، هنحط بقى معلقه بابريكا حلوه كده. البابريكا بتدي طعم حلو، خصوصا يا بنات بقول لكم المدخنه بتدي طعم كده زي ما تكون الحاجه مشويه جميله. هنا بقى بهارات فراخ. بهارات فراخ دي من عند العطار بتبقى فيها كل حاجه، يعني غير بقى ما انت تحطي زنجبيل وتحطي زعتر وتحطي، لا هي كده جاهزه مع بعضها. هنا هنقلب بقى ونعجن كده بايدينا عشان كل المكونات تخش في بعضها اهو. لو انت بقى حابه تحطي بقى الفلفل الحامي زي ما قلت لك كده تحطي، ودوقي بقى الملح طبعا حسب الرغبه اهو. طبعا هنا اهو احنا عرفنا احنا هنعمل حواوشي بس بالفراخ. شوفوا بقى النص كيلو اداكي كميه قد ايه، وحسب بقى اسرتك تعملي الارغفه بتاعتك. وهنسويها على البوتاجاز من فوق، مش هنسويها في الفرن ولا حاجه، مش هتاخد معاكي وقت. ولو في قطع بصل او قطع طماطم باين عادي، كل ده هي ايه كله هيستوي.
نحط بس ندعه ملح صغيره اهي كده عشان لقيتها دلعه، ونقلب. وانت بقى بتحطي لاولادك، هتبداي ان انت تحطي في الرغيف وتفرجيه كور كده، تعمليهم كور عشان تعرفي هتطلع منك كام رغيف. وهنظبطي بقى اكلك ونروح على النار عشان نسوي الحواوشي بتاعنا ده. بقى انا قسمت كده الحواوشي الكور عشان نجيب العيش. طبعا العيش بقى بتاعنا صغير كده، فحاطه الكرة على قد الرغيف. هنمسك بقى كده اهوت ونحط في قلب الرغيف. شايفين يا حبايبي؟ ابدأي بقى كده وزعيه في العيش. حتى طبعا حبه زيت صغيرين خالص خالص على النار. احط بقى الرغيف بتاعي كده اهوت في الطاسه عشان يتحمر اهو. وكمان هتاخدي كده بالفرشه وتدهني وشه، مش هيبقى فيه زيت كتير زي ما احنا شايفين كده. عندك بقى طاسه اكبر عايزه تحطي، احنا هنحط في ديت 2، ناخد واحد كمان اهو. وطبعا زي ما قلت لكم الفلفل الحامي هنحطه بقى مع الاخرانيين. الاولانيين دول هنسيبهم من غير فلفل عشان ما بيحبش الفلفل اهو. حبايب قلبي هيبقى بقى معاكي الزيت بسيط قوي قوي اهو. وتبقي بقى ايه موطيه النار عليه، النار وسط عشان ما يتحرقش منك وتراعيه. طبعا الفراخ مش هتاخد وقت خالص. ادي كده اهو. كمان هكمل بقى معاكم الرغيفه كده اهوت عشان اوريكي. انت مثلا ادي بصوا مليان ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى شويه فلفل حامي عشان اللي بيحب ياكل فلفل حامي. بس علمي الرغيف عشان الولاد ما يضايقوش اللي ما بيحبوش الحامي. نخلي الحامي كده لوحده اهو. هم الاتنين بس اللي هيبقوا ان شاء الله في قلب الطاسه دول باردين، والباقي كله هيبقى سبايسي. طبعا احنا قلنا حسب الرغبه اهو. بصوا النص كيلو عمل لك كام رغيف؟ بسم الله ما شاء الله. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طبعا ما فيش حد يعني هيقدر ياكل اكتر من رغيفين، واللي يقدر بالهنا والشفا. واكله سهله وبسيطه ومن غير مقادير. وزي ما قلت لك البصل زي ما انت عايزه، الفراخ زي ما انت عايزه، هتبقى حاميه قوي. كفايه كده اهو ان هو ريحته بسم الله ما شاء الله طالعه، هتبقى حاميه. طبعا العيش برده كان عندي في الفريزر، انا برده طلعته من الفريزر. بصوا اهو عادي خالص، يعني مش محتاجه ان انا انزل الشارع ولا اعمل اي حاجه اهو يا حبايبي. حبينا بقى الحواوشي زي ما احنا شايفين، نبدا ان احنا نقلب فيه كده اهو بالراحه، حبه كده وحبه كده لحد لما تدوقي اللحمه بتاعتك وتلاقيها استوت. تيجي فيه على طول عشان ما تسيبوش يتحرق. ادي عملت الاكل بتاعي اهوت. ادي 4 رغيفه وادي 4 8، والباقي ده لقيته هيبقى كتير قليل على الرغيف فحطيته في نص. هنبدا بقى ان احنا نجيب مناديل ورق ونطلع في صينيه علشان نحضروا الاكل. بصوا بقى يا حبايبي دلوقتي اديني عملت كميه الحواوشي بتاعتي، وحطيت بين كل رغيف ورغيف قطعت حته منديل كده عشان يشرب الزيت. وادي المخلل بتاعنا الجميل. تعالوا بقى نشوف معانا كده واحد. هناخد كده رغيف كده ونقطعه مع بعضين عشان اوريكم الحواوشي بتاعنا عامل ازاي ومستوي من جوه. طبعا احنا ما خدناش الا معلقتين زيت اللي انا كنت موريهم لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله الرغيف مليان من جوه ازاي عسل كده. هنجيب بقى سكينه ونقطعه ونوريكم ازاي الحواوشي بتاعنا مستوي وطري، ولا هو ناشف بقى ولا معضم ولا زي ما بتعملي في الفرن وياخد زيت. لا بصوا يا حبايبي، واولادك بعد كده هيطلبوه منك بالفراخ مش باللحمه. صدقيني هيطلبوه منك بعد كده على طول بالفراخ. والفراخ طبعا اسهل وارخص وكل حاجه، وبترمي معانا الكميه. ما تعيبوش بقى على العيش عشان ده عيش الحكومه. هو ده الرغيف اللي احنا منه. بصوا مستوي جميل ازاي، لسه طالع اهو دلوقتي شايلاه من على النار، منتهى الجمال اهو. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي دي. طبعا ده الزيتون بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه في رمضان قبل رمضان، والمخلل بتاعنا ده ترشي بلدي. فقلت ايه اكون كده الاكله كده اهوت عشان تبقى كلها متناسقه. كنا عايزين نعمل ثلاثه طحينه بس الولاد قالوا لا ناكل بترشي بلدي احسن. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. ما تنسونيش في اللايك والشير مع يوميات مس امال او منوعات مس امال حسب ما ينزل على القناه، وتشرفوني بتعليقاتكم وتجربوا الوصفه وتقولوا لي بتتابعوني منين. السلام عليكم، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.